بيبدأ فيلمنا جوا واحد من فصول مدرسة ثانوي في مقاطعة سيول بكوريا الجنوبية. المدرس بيشرح عادي والطلبة مش مركزين قوي معاه لحد ما فجأة بتحصل حاجة غير متوقعة على الإطلاق، وهي إن راس المدرس بتنفجر وبتتحول لكرات لونها أحمر وبيخرج مكانها راس تانية شكلها مرعب جدا على الديسك بتاع المدرس، وبدأت تغني أغنية من أغاني الأطفال لكن بطريقة مرعبة جدا، وكل شوية تلف فجأة وتفجر راس كام طالب منهم علشان يكتشفوا إنها بتفجر وبس راس الطلبة اللي بتتحرك، أما اللي ثابت في مكانه مش بتفجر راسه ولا بتعمل له اي حاجه. الكل طبعا ثبت في مكانه وكان مرعوب جدا لان اقل حركه ايا كانت في لحظه راسه ما تنفجر مسموح لهم، وبس الحركه او الكلام او ايا كان طول ما هي لفه للناحيه التانيه لحد ما تبص لهم واللي بتلمحه بيتحرك بيتم اقصائه في ثواني. حاولوا الهروب بكل الطرق حتى من خلال الباب اللي كل مره قبل ما يوصلوا له بثواني بتكون راسهم متفجره، لحد ما دحيح الدفعه بياخد باله من حاجه غريبه في الراس دي، وهي انها بالضبط نفس تصميم جمجمه دراجوسان، ودي لعبه قديمه جدا في كوريا هو عارفها لانه جيمر وعاشق للالعاب القديمه جدا زي دي لدرجه انه لسه بيشتريها لحد دلوقتي. المشكله وبس ان قوانين اللعبه دي متغيره باستمرار وهو مش عارف قوانينها ايه دلوقتي، لكن الاكيد انها هتنتهي بمجرد ما يدوسوا على الزرار ده. فواحد منهم قال بس كده سهله وجرى علشان يضغط عليه لكنها لفت قبل ما يوصل بثواني وفجرته هو والبنت اللي صرخت وراه. فواحد تاني اقترح انهم يتحركوا ببطء خطوه بخطوه لحد ما يوصلوا قدامها بالضبط، لكن برضه الحل ده مش هينفع لان زيها زي اي لعبه فيها عد تنازلي واللي متبقي منه دقيقه واحده وبس، بعدها بقى سواء داسوا على الزرار او لا كده كده هيكونوا خسروا وبالتالي هيتم اقصاء. فما اقتنعوش بالكلام ده وجريوا كلهم بسرعه عليها علشان وكان المتوقع ينفجروا كلهم هم كمان وما يتبقاش بس الا الاتنين دول. تاكيهاتا اللي يأس واستسلم لانه خلاص مش متبقي الا 24 ثانيه لحد ما دحيح الدفعه قال له على فكره ممكن تنجح بنسبه كبيره، وهي انه يجري وينط من فوق ويطير ناحيتها بسرعه، وده بالفعل اللي عمله، ومع اخر ثانيه كان بالفعل وصل وداس على الزرار والراس لفت وقالت له انتهت اللعبه، واعلنت ان الفائز هو تاكيهاتا تشان. ففرح طبعا ولسه الدحيح هيفرح معاه فجأة راسه اتفجرت هو كمان، مع انه المفروض ما اتحركش الا بعد ما اللعبة انتهت عشان نكتشف ان الفائز هو وبس اللي بيضغط على الزرار، وده قانون اللعبة واللي طبعا ما كانوش عارفينه من البداية. وفجأة الباب بيتفتح من بره وبيلاقي تشيكا داخلة عليه مرعوبة بعد ما كانت فاكرة انها انقذت الكل لكنها في الحقيقة تسببت في اقصائهم كلهم. ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل ده، وحتى لما حاولوا يكلموا الشرطة ما كانش في شبكة رغم ان الشبكة كانت موجودة قبلها عادي، ولقوا الراس جاي من وراهم وبتقول لهم يركزوا كويس لانهم دلوقتي بقوا فران والقط هيجي ياكلهم حالا. فبسرعه جريوا على اساس يهربوا من المدرسه لكن كل البيبان برضو كانت متقفله، حتى الازاز بتاعها مش بيتكسر رغم انه ازاز عادي، مفيش الا باب واحد وبس اللي اتفتح اللي بمجرد ما دخلوا منه اتقفل وراهم وما اتفتحش تاني، وجواه بيلاقوا مجموعه تانيه من الطلبه بيقولوا لهم يلبسوا اللبس ده زي ما مكتوب لهم على الارض، وكان مكتوب كمان ان القطه مش هتشبع غير لما تحط الكره في سلتها، جمله طبعا مش مفهومه اللي هو ايه العبث ده، لحد ما ارضيه صاله الملعب اتفتحت وخرج منها قط عملاق اللي وبدون تردد بدا ياكل في كل اللي لابسين فار دول واحد ورا التاني. الكل كان بيجري ومرعوب جدا لحد ما اتشيكا فجأة لقت قدامها كورة كده فافتكرت الجملة اللي مكتوبة على الأرض، وبصوا لقوا إن في فعلا باسكت على رقبتها وكمان عد تنازلي متبقي 9 دقايق و30 ثانية بالضبط. فقالوا للباقيين على الاكتشاف ده وكان بينهم أحرف لاعب سلة في المدرسة واللي هيعرف يجيبها حتى ولو مغمض عينيه، وبالفعل وبكل احترافية لعبها وكانت خلاص نازلة الباسكت، لكن القطة مسكتها من قبل ما تدخل سلتها وسلمتها له في صدره تاني، عملت بيه حفرة في الجدار وكملت أكل في الباقيين. وهنا تشين اخد باله من حاجه غريبه وهي ان القطه بتهاجم وبس اللي لابسين فار، بدليل انها ما هاجمتوش رغم انه كان قدامها. فقال لهم ومفيش ثواني كانوا كلهم قلعوا اللبس، وبالفعل القطه هديت وما عادتش بتهاجم ولا بتاكل اي حد فيه. فاتخانقوا مع مدير المدرسه لان هو اللي اجبرهم انهم يلبسوا اللبس ده، بس مفيش ثواني كانت القطه اكلت المدير هو كمان وبدات تاكلهم من تاني، وده معناه ان اكتشاف تشين كان غلط وان اللبس ده ليه فايده او هدف تاني هم لسه مش عارفين. وخلاص كان متبقي 3 دقايق وبس ولسه القطه هتاكل اتشيكا، قام بسرعه تشين لابس فار علشان يلفت انتباه القطه ليه، وبالفعل القطه سابت اتشيكا وهجمت عليه لكنه هو بيهرب لاحظ حاجه غريبه وهي انه سمعها وهي بتنونة وبتقول ايه، وده معناه انه لو لبس فار هيتاكل لكنه برضه هيكون سمع كلام القطه اللي كان لا مؤاخذه يعني حك لي ظهري علشان عاوز انام. فقام بسرعه طلع على ظهرها وبدا يحك فيه بايده والكل عمل زيه لحد ما هديت ونامت خالص، ولسه هياخد الكره علشان يرميها قالوا له لا يا حبيبي ما ممكن تكون دي زي اللي قبلها وانت وبس اللي تنجو واحنا يتم اقصائنا. وواحده واحده صوتهم عالي لحد ما القطه صحيت تاني وبمخالبها جابت الاتنين دول 4/4 كل ربع لوحده، وخلاص ما عادوش هيعرفوا ينيموها تاني ومفيش وقت اصلا. وهنا تشين جات له فكره مجنونه شويه واخد اتشيكا ودخل بقى على اوضه الكور دي وخرج منها بكورتين متغطيين باليونيفورم بتاع الفار ده، وجريوا هما الاتنين عليها في نفس الوقت، بس هو بيجري الكره اللي معاه ظهر منها حته كده، وبكده عرفت ان اتشيكا هي اللي معاها الكره الذهب الحقيقيه، فبسرعه ضربتها علشان نكتشف ان هي كمان مزيفه وان الحقيقيه كانت مع تشين لكنه
كان مخبيها جوه واحده تانية مزينه، وبالفعل كانت خلاص هتنزل في الباسكت لكنه نشن غلط بسبب انه ما كانش محترف سله اصلا، ولسه هتقع بره فجاه نزل واحد من فوق القطه ودخلها في الباسكت، وبكده مفروض ان اللعبه انتهت. والقطه قالت بالفعل ان اللعبه انتهت وان هما الثلاثه كسبوا، بس ده كان غريب شويه لان مفروض ان هما السبعه مش ثلاثه، عشان يلاقوا ان اللي انقذهم ده قتل الاربعه اللي باقيين لانهم ضعفاء، وان العالم الجديد عالم الاقوياء وبس، والقوي فيه هو اللي بينتصر. وفي اللحظه دي التلفزيون بيعلن عن ان كل المدارس على مستوى العالم اتعرضت لهجوم ارهابي بشع اودى بحياه اكتر من 10 مليون طالب وطالبه، وتم اعلان حاله الطوارئ القصوى، وخصوصا بعد ظهور مكعبات غريبه كده في السماء بنسبه كبيره الطلاب الناجين محبوسين فيها دلوقتي، والشرطه بتحاول تقتحم المكعبات دي لتحرير الطلبه الناجين، لكن للاسف ما كانش ليها اي مدخل على الاطلاق. اما العلماء فاتقسموا نصين، منهم اللي شايف ان ده هجوم فضائي، ومنهم اللي شايف ان الناجين دول ابناء الرب اللي اصطفاهم ونجاهم من هجوم عمرهم ما كانوا هينجوا منه في العادي والطبيعي. ووسط كل ده كان في واحد مبرمج قافل على نفسه في غرفته كده ما بيطلعش منها بقاله حوالي شهرين، عمال متابع الاخبار دي كلها ومبسوط جدا وكانه كان معاه حق او عارف حاجه مفيش اي حد غيره يعرف. وبعد شويه كده بيفوق تشين بعد ما القطه دي اطلقت غاز مخدر خدره هو واللي معاه، بيلاقي نفسه في غرفه تانية ولابس لبس غريب كده، ومعاه توسكا سان صاحبته من ابتدائي، وتوكا سان واحده من مدرسه تانية، وتيارا دحيح من فصل تاني بيحاول يلاقي اي طريقه للهروب من المكعب ده، وتاكيهاتا مش فاهم مكعب ايه فشغله الاخبار وانهم حاليا محبوسين جوه مكعب ضخم طاير في السماء. فجري كالعاده حاول يفتح الباب اللي كان متوقع ما اتفتحش، ده القوات الخاصه بره بتحاول مش عارفه، ما انت مش فلحوس يعني عشان تعرف. وفجاه بيتفتح باب جانبي كده وبيخرج منه 4 عرايس خشب مبسوطين جدا وبيقولوا لهم يلا نلعب سوا يا اصدقائي. والعرايس دول مشهورين جدا في اليابان واسمهم كاجومي، وفكرتهم انهم بيلفوا حوالين اللاعب لحد ما يقف واحد منهم ورا اللاعب واللاعب يخمن هو مين، وده طبعا واللاعب مغمى عينيه علشان ما يحاولش انه يغش، ولازم يخمن خلال 10 ثواني وبس، ولو ال10 ثواني عدوا من غير ما يعرف او حتى خمن غلط فهيخسر، وبالتالي هيتم اقصائه بابشع طريقه ممكن يتخيل. وبدات اللعبه مع تيارا اللي كان متحمس جدا، والعرايس بتلف حواليه وبتغني لحد ما وقفوا وسالوه مين فينا اللي وراه، فقال بكل ثقه اكيميا، بس في الحاله اللي كانت وراها ناكوكو، وبكده هو خسر وهيتم اقصائه. ولسه هيصرخ قامت واحده فيهم اطلقت عليه ليزر احمر شل حركته بالكامل، وبعدها كلهم نزلوا هبد بيه في الارض لحد ما مبقاش في جسمه عضمايه واحده سليمه وكلها ثواني، وكان فارق الحياه. ومن بعده اختاروا توكا سان تلعب معاهم، اللي على عكس تيارا رفضت انها تلعب، فقالوا لها اوكي ماشي يبقى نقتلك على طول، لكنها رجعت ووافقت تاني، هو على الاقل لما تلعب في احتماليه انها تكسب طالما كده ميت وكده ميت. وبالفعل بدات اللعبه ولف حواليها وغنوا لحد ما وافقوا وسالوها ها مين فينا اللي وراك يا توكا، فقعدت تفكر وكانت متردده انها تجاوب ومرعوبه جدا لحد ما في النهايه قالت جين، وبالفعل الاجابه كانت صح، لكن ال10 ثواني كان خلصوا خلاص، وبكده برضه يعتبر انها خسرت وهيتم اقصائها. فحاولت تهرب ما عرفتش، وزي تيارا شعاع الليزر خدرها، بس المره دي سحبوها من اليمين والشمال لحد ما جسمها اتقسم نصين من الحوض لحد الراس. وجه الدور على توكسا، قامت شين قايل لهم انه هيلعب الاول، مش عارف ابننا ماله كده ماشي يخرخر رجوله في كل لعبه، واصلا اتريقوا عليه لانه فاكر انه هيكسبهم، لكنهم وافقوا في النهايه، وبالفعل بدات اللعبه. وخلال اللف والغنى هو عمال بيحاول يركز على صوته ومكان كل واحد فيهم لحد ما وافقوا وسالوه السؤال المعتاد، فقعد يفكر شويه كده لحد ما واحده منهم قالت انتهى الوقت، قامت التانيه صرخت من الفرحه انهم كسبوه، بس قبل ما تهجم عليه قام قايل باعلى صوت ان اللي وراه كنشي، وبالفعل كانت الاجابه صح، ومفروض انها مش هتفرق علشان الوقت خلص، لكن الحقيقه الوقت ما كانش خلص ولا حاجه، والصوت اللي طلع ده كان طالع من الموبايل، كان سجلوا وقت اقصاء توكا علشان يشغله تاني قبل انتهاء الوقت، ومجرد ما يسمع صوت حد فيهم ويعرف مكانه هيعرف مين اللي وراه بكل بساطه، لانه عارف ترتيبهم من قبل ما يغمى عينيه، وبكده هو اللي كسب وهم اللي خسروا. ودي اللحظه اللي كلهم بينفجروا فيها، وواحده منهم بتتحول لمفتاح، واللي بيخرجوا على بره بيلاقوا واحد تاني جاي جري عليهم وبرضه معاه مفتاح، وبتجري وراه دميه الشيطان المرعبه دي علشان تقتله لانه ملوش صحاب او ماسكين ايده معاهم، فسابته ومشيت بعد ما بقاله 2 صحاب. وبنرجع فلاش باك مع توكسا وهي راحت تنهي حياتها بسبب ضغط المذاكره عليها، وامها اللي عاوزاها تجيب مجموعه اعلى من بنت خالتها، فشافت شين عمال يكسر في حاجات كده وقال لها تيجي تكسر معاه، وبالفعل ده اللي عملت، وخرجت كل الطاقه السلبيه والغضب اللي جواها في تكسير الحاجات دي، وكان هو السبب في بقائها على قيد الحياه لحد دلوقتي، علشان كده قالت له ما يسيبش ايدها مهما حصل. وهنا بياخد باله انها اخدت ذكرى معاها من اليوم ده معلقاها في رقبتها لحد النهارده. ودي اللحظه اللي بيسمعوا فيها صوت حد بيصرخ جامد، والصوت ده كان صوت اتشيكا، والدميه المرعبه دي بتجري وراها، فبسرعه وبدون تفكير سابقت توكسا وجري مسك ايدها، فالدميه بصت لهم كلهم كده وسابتهم ومشي، وده طبعا لان الولد التاني مسك التوكسا بسرعه من قبل ما الدميه المرعبه دي تقرب منهم، وفجاه الجدار ده بيتكسر وبتخرج منه راس الدميه دي، وهي كمان عليها عد تنازلي مع رساله مسجله بتقول لهم حطوا المفاتيح ال7 اللي معاكم بالترتيب جوه الفتحات دي ودوروها في نفس الاتجاه علشان الباب
يتفتح، وكل اللي كان معاهم هم 4 مفاتيح وبس، وبكده ناقصهم 3 كمان وواحد على الاقل علشان يلف المفتاح السابع. ولسه هيفكروا يعملوا ايه لقوا ال3 مفاتيح بيتحدفوا قدامه، وامايا ساحب معاه واحد كان موجود معاه في الغرفه ونجا، وبمجرد ما بوصل بيقتله زي ما قتل الباقيين كلهم، وكان محتفظ بيه وبس علشان الدميه المرعبه دي ما تقتلوه. وخلاص ما كانش في وقت فحطوا كلهم المفاتيح بسرعه ولفوها، وبالفعل التايمر وقف واعلن عن انتهاء اللعبه، لكن بشرط انهم يلبسوا هدومهم دي من تاني. وبره في الشارع اللعبه بدات تتعرض لايف في كل حته وعلى كل الشاشات، والكل كان عمال بيصور. اما الحكومه فلحد دلوقتي لسه مش عارفه تعمل اي حاجه، يا دوب بس بتتابع اللي بيحصل هي كمان من خلال الشاشات. المهم ان بعد ما لبسوا هدومهم ومشيوا جوه النفق ده بيخرجوا على ساحه كده كانت عباره كلها عن جليد، وبينزل عليهم من فوق مجسم جليدي كالعاده بيرحب بيهم وبيقول لهم اهلا بيكم في المستوى الرابع من سلسله الالعاب، وعرف نفسه بانه بيكره اي حد قلبه اسود من جوه بيظهر بمظهر خارجي خلاف ما بيبطن داخله. عشان كده اللعبه دي هتكون من اسهل ما يكون عباره وبس عن انه يسالهم اسئله وهم بكل بساطه يجاوبوا عليه. لو جاوبوا بصدق فتمام هيعدوا، اما لو كذبوا فهيتشلوحوا وبعدها هيتم اقصائهم. وبدايه من اللحظه دي ممنوع على الاطلاق الكذب في اي تفصيله مهما كانت صغيره او تافهه بالنسبه له. وسالهم اول سؤال وهو بتحبوا تاكلوا ايه، اللي هو ايه العبط ده، يا ريت امتحانات الطايفل كلها تكون بالسهوله دي. والكل جاوب عادي جدا، فغضب لان في حد فيهم كذب رغم ان السؤال نفسه مش محتاج كذب اصلا. واداهم فرصه دقيقتين يسلموا الكذاب فيهم علشان يتم اقصائه، والا هيتم اقصائهم كلهم. وكلهم شكوا في بعض ما عدا واحد وبس هو اللي قدر يقنعهم كلهم ان ده هو الكذاب اللي فيه، وده لانه قال انه بيحب العدس، وده مش منطقي اطلاقا. مفيش حد بيحب العدس الا الامهات المصريه وبس زي السبانخ كده بالضبط، فاكيد هو بيكذب علشان يراضي امه. والدقيقتين خلصوا خلاص وسالهم مين الكذاب فقالوا ده، وامايا وافق على الكلام. اما الباقيين فما ردوش، والواد عمال يحلف اقسم بالله العظيم بحب العدس، لكن خلاص مفيش اي حد معترض. ففي لحظه وبقبضه ايده نزلها فوق سويته كله بالجليد، وبكده تم اقصاء اول لاعب منه. وجه دور السؤال الثاني هو هل بتحبوا تاكيهاتا تشين، فالاثنين دول قالوا لا لانهم ما يعرفوهوش اصلا، فمنطقي يعني انهم ما يحبوهوش. وامايا قال ايوه، واتشيكا نفس الكلام هي وتوكسا، اما هو فقال على نفسه انه مش بيحب نفسه. فالدب غضب لتاني مره وقال ان برضه في حد مازال بيكذب قدامكم دقيقتين وبس تخرجوه والا هيتم اقصائكم كلكم. وكان واضح جدا ان اللي بيكذب اكيد امايا، لانه بني ادم كله شر عاوز الكل يقتل نفسه، اما هو فيقف عادي يتفرج عليه. بس التانيين رايهم ان تاكيهاتا هو اللي كذب، لان مفيش اي حد اسمه ما بيحبش نفسه، ده لو الشيطان هيحب نفسه برضه. وهنا تاكيهاتا اخد باله من حاجه، وهي ان ليه اصلا ممكن حد يكذب في حاجه زي دي او في نوع الاكل حتى اللي بيحب ياكله، ده اسئله تافهه جدا، في حاجه غلط بتحصل. الدب قال له برافو عليك شطوره، هو فعلا في حد هنا في اللعبه متنكر وهدفه هو انكم تقتلوا بعض واحد ورا التاني عن طريق انه يكذب. فبكل بساطه لو لقيتوا الشخص ده هتنجوا من اللعبه، اما لو ما لقيتوهوش فهيكمل كذب عادي لحد ما يتم اقصائكم كله. فاللي لابس احمر قال ان هو ويجي من مدارس تانية وما يعرفوش تشين اصلا، فبكده هم ما كدبوش يعني واضحه يعني. والوحيده اللي واضح عليها انها ما تعرفهمش اصلا هي توكسا، فالاكيد هي اللي مندسه وسطيهم وبتكذب عادي. فاتشيكا دافعت عنها وان ده من الخوف بس وهي متوتره وكده، لكن اللي لابس اسود اصر انها هي اللي بتكذب. وفي اخر لحظه وكالعاده امايا هو كمان وافق على الكلام ده، فتم اقصائها بعد ما قالت لتاكيهاتا انها بتحبه بجد وانها مش كدابه. وطبعا بعد ما تم اقصائها اكتشفوا انها ما كانتش بتكذب ولا حاجه، ولسه الدب هيسال السؤال اللي عليه الدور، قام تاكيهاتا صارخ فيه يسكت لانه خلاص عرف الكذاب اللي بينهم. ولما سالوا مين قال له ان هو الكذاب اللي بينهم واللي قلبه اسود مش ابيض زي ما هو متنكر، وده عرفه لما الدم بتاع توكسا مسح التنكر بتاعه من على قبضه. وبالفعل اللي حصل ان جسمه احترق بالكامل من الخارج وتحول لدب اسود القلب، وبكده نجحوا في اللعبه دي. في نفس اللحظه اللي الشخص ده بدا ينزف فيها دم من مناخيره، والشعب كله تجاوز الشرطه علشان يقدر يوصل للمكعب ده. اما جوه المكعب فالغيمه اللي حواليهم اختفت، واتفتح باب كده خرجت منه عروسه يابانيه مصنوعه من الفخار اللي رحبت بيهم كالعاده وبوصولهم اخيرا للمستوى النهائي من سلسله الالعاب. وخرج منها عروستين تانيين علشان يشرحوا اللعبه، واللي طبقا لكلامهم اسهل من اي لعبه من الالعاب اللي فاتت، واللي كانت عباره عن ان واحد فيهم هيتم اختياره انه يجيب العلبه دي من فوق ويحطها جوه الدايره دي، وفي الوقت ده الباقيين كلهم هيستخبوا، والواحد ده هيبدا في انه يدور عليهم، ولو لقى اي حد فيهم لازم يشوف وشه الاول وبعدها يقول اسمه فهيتحط جوه السجن ده. ولو جمع 3 جوه السجن او اكتر وحط رجله على العلبه فبكده هو اللي هيكسب ومش هيتم اقصائه، واللي اتسجنوا هم اللي هيتم اقصائهم. اما لو حد من اللي لسه ما اتسجنوش شاط العلبه قبل غروب الشمس فالسجناء كلهم هيتم تحريرهم وكلهم هيخرجوا من هنا على قيد الحياه، مع العلم ان العلبه دي هتنفجر بمجرد ما اي حد فيهم يشوطها. يعني باختصار اللي هينقذهم هيتم اقصائه الا لو اختاروا انه ما ينقذهمش، فدي حاجه تانية خالص. وعشان يحددوا مين فيهم هيبقى المختار عملوا قرعه، واللي كسب فيها امايا اسوأ واحد فيهم اللي اصلا عاوزهم كلهم يموتوا. ومفيش ثواني كانت اللعبه بدات والكل جري عما امايا ضرب الدميه برجله وجاب بيها العلبه وحطها جوه الدايره، وفي لحظات كان حدد مكان الاثنين اللي على الله خالص دول، وبعد ما حبسهم لمح تشيكا وتشين من الشباك ده، فجري
بسرعه على فوق ما لقاش الا تشيكا اما تشين فهرب من الشباك بالحبل بعد ما تشيكا خافت من انها تهرب معاه، فنزل وقعد على العلبه يحميها وكده كده خلاص ضمن النجاه لانه جمع الثلاثه وسجنهم فمش فارقه قوي مع الرابع، وقعد يقنع بصوت عالي في تشين انه يخرج ووعده انه مش هيحبسه واصلا بيحبه وشايف انه يستاهل يبقى من الناجين مش زي الحساله دول. كده كده العالم ده انا وانت عارفين انه ممل بسبب الحساله اللي كنا عايشين وسطهم دول، بس خلاص العالم اخيرا اتطهر منهم كلهم. فصرخت فيه تشيكا ما يخرجش ولا يسمع كلامه لانه كداب وعاوز ينجو لوحده والباقي يهلك ما بيهموش الا نفسه وبس. لكنهم فجاه بيلاقوه بالفعل خرج لكنه كان لابس درع خرده كده لقاه جوه في المكان اللي كان مستخبي فيه، وطبعا لابسه لان من القوانين ان لازم امايا يشوف الاول وبعدها يقول اسمه، وبكده هو ما شافوش وبالتالي هو عنده فرصه انه يضرب العلبه برجله الاول. اما امايا وبكل سهوله رايح وخالع الخوذه وقال له بس يا عبيط يا هبل انت اصلا مش عارف تتحرك جوه علبه الصفيح اللي انت لابسها دي. لكنه وهو راجع علشان يحط رجله على العلبه تاني لقى ان تشين ربطه بالسلسله فيه وقال له انه حقيقي كان عنده حق، هو فعلا كان شايف الحياه دي ممله والناس اكتر ملل منها لدرجه انه كان بيدعي بفناء كل من هم حواليه. لكنه لما فعلا حصل اكتشف انه عبيط جدا ومش مقدر النعمه اللي هو فيها وان اي يوم ممل ممكن بايده يحوله لافضل ايام حياته. فامايا قال له طب والله حلو انا كده كده ما كنتش ناوي اصلا اساعدك من البدايه، ولو فاكر ان الدرع ده هيحميك من الانفجار فانت فعلا عبيط. قام قايل له ومين قال لك ان انا لابسه اصلا عشان كده، وفجاه نط من فوق السور وسحب امايا معاه بالسلسله وراه لحد السور اللي مسك فيه بالعافيه علشان ما يقع، وعما بالعافيه قدر انه يسحبه تاني لفوق اكتشف انه فاضي وان تشين غفله علشان يعرف ينقذ الباقيين، وجري بسرعه على العلبه من قبل ما امايا يلحقه وضربها برجليه لكنها ما انفجرتش ولا حاجه والشمس كانت خلاص غربت. فالدومه قالت ان اللعبه انتهت بفوزهم كلهم حتى امايا اللي قبض عليهم، وبكده مفيش اي حد فيهم هيتم اقصائه. وبالنسبه للعلبه فكانوا بيهرجوا معاهم وما خلاص مفيش حد فيهم هيموت تاني، فكوا يا جماعه كده احنا كنا بنهزر. وامايا عمال يقول لها بس انا المختار من الرب، قالت له بس يا دي اهبل انت روح شوف لك حته ناشفه اقعد فيها، وكل واحد فيكم ياخد استيكه من دي يتسلى فيها عما يجهزوا لخروجهم من تاني للعالم مره اخرى. فقعدوا ياكلوا الاستيك وهم فرحانين وتشين عمال يخطط لكل حاجه هيعملها اول ما يخرج من هنا، وطبعا تشيكا هتكون معاه خطوه بخطوه ضمن الخطط دي. لكنه فجاه بيلاقيها بتقول له انها للاسف مش هتبقى معاه في ولا خطوه لان الاستيك بتاعتها مكتوب عليها انها هيتم اقصائها، عشان يتفاجئ بان الدميه دي كدبت عليهم وان اللعبه الاخيره هي لعبه الحظ واللي حظهم سيء بالفعل هيتم اقصاء. لسه هتقول له انها بتحبه كانت الدميه مخرجه شعاع بخارها قدام عينيه هي والاثنين التانيين، اما امايا وتشين فضلوا على قيد الحياه ومفيش ثواني كانوا ظهروا على سطح المكعب وسط تصفيق من كل اللي حواليهم اللي امنوا بالفكره فعلا وانهم ابناء الرب المختارين لقياده العالم الجديد، الحاجه اللي خلت الشخص ده يخرج ولاول مره من غرفته علشان يلحق الكارثه اللي حصلت دي. وايه هي بقى الكارثه وحصلت ازاي ده اللي هنعرفه في الموسم الثاني من السلسله ان شاء الله. فلو عجبك الموسم الاول وعايز تشوف الموسم الثاني لايك واشتراك وعرفني تحت في الكومنتس وفعل الجرس علشان يوصلك بمجرد نزوله قبل اي حد، واشترك في قنواتنا الاخرى هتلاقيها تحت في الديسكربشن لمزيد من المتعه. واشوفك على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريس. سلام.